مستحسنات اللي هي ايه؟ عربيات. اقول لك حاجه، دخلت انت تشتري عربيه ماشي، وعربيه حلوه. ايه عربيه حلوه؟ هات عربيه حلوه، بس حلوه مش ضرب، ما تضربش في السماء يعني، عربيه حلوه. عايز عربيه لطيفه كده. حد يقول لنا ايه لا يعني ما بقول لك ما تضربش قوي برضو يعني خلي ايه، صاني مثلا، نيسان صاني حلوه جميله لطيفه، والهاي لاين بتاعها جميل، عربيه لطيفه يعني. فانت دخلت المعرض، فالمعرض فيه عربيات كتير، واخره ايه، وانت داخل تكيش فلوسك في جيبك، هتاخد العربيه. بس اول ما دخلت العربيه لقيت البيجو مثلا 5008. الراجل قال لك دخل قال لك الله اكبر. فدخلت جوه، قال لك الكرسي السقف بانوراما، والكرسي فيه مساج، والشاشه ديجيتال، وهنا تاتش، وفي واحده هرشه بالكهرباء، كل حاجات ايه، حاجه كده مش، وفي اضاءات وديكور. العربيه معمول لها ديكور من جوه يا جماعه، بتاع وسخان للكرسي حاجه كده مش ممكن يعني، واتنين بيهوولك جوه حاجه كده. فنزلت، كام دي يا عم؟ بقد كذا. ماشي حلو انا رايح للاخر بس نتفرج تمام. قمت دخلت بعدها لقيت مثلا الاكس 6 مثلا، ال6 اللي هي بتاع البي ام تمام. دخلت طبعا انا ما اعرفش هي شكلها من جوه عامل ازاي، بس اكيد هتبقى من جوه لطيفه يعني. اكيد فيها مثلا ايه اي اكس مثلا ومكان للفلاشه يعني. يعني هتلاقي حاجه لطيفه يعني تمام، هتلاقي حاجه من جوه شغل فاخر على الاخر يعني. سبت انت الاكس 6 وقمت دخلت مثلا على اللي بعدها، لقيت عربيه قصيره كده ملهاش اي لازمه وبتاع، قال ايه دي؟ فراري لونه احمر وبتاع. فتحت الباب لقيته فتح فوق، الله اكبر اللهم صل على النبي، الحلاوه دي يا نهار ابيض وبتاع. بص على العداد لقيت ارقام كتير قوي، اللهم بارك ما شاء الله. ممكن افتح كبوت بس اشوف شكل الموتور، شفت الموتور لقيته احلى من بيتكم يعني انا ممكن اخش اقعد جوه، ممكن اقعد يومين بس خلصت دي وطلعت على واحده تانية، واحده نفس الكاتيجوريز كده، بورش كاين كلام من ده يعني، جاكور، واحده جاكور على واحده بورش وبتاع. ودخلت على الصني، انت داخل تكايش، ايه الاخبار؟ ايه دي دي اسمها ايه بقى؟ انت كنت جاي لها اصلا، اسمها ايه بقى دي؟ إيه بجد ايه اللي هيحصل؟ هتقل في عينك، صح؟ هتقل في عينك، وبيتهيألي انت ممكن ما تحطش فيها فلوس رغم ان انت كنت جاي تشتريها. ليه؟ عشان خاطر عمال تبص حاجات مش حرام، بس كثرة رؤية المستحسنات بتبقى بتزود التطلع اكتر، عايز اكتر، زي اللي ما بيغضش بصره كده تمام. هو متجوز بس يبص على دي فيها حتة احلى من مراته، ودي وشها احلى، طب ودي والله كويسه يعني مراتي احلى في كل حاجه، بس دي شعرها احلى، طب ودي لا دي كويسه في كل حاجه، بس دي جسمها احلى، ودي ما اعرفش ايه احلى، رغم ان هو عنده حد كويس، انما راجع البيت مش شايفها. طيب ده هيرجع بقى يفكر في الشغل بتاع بكره ولا هيفكر في الستات؟ فكر في الستات تمام، وشوف بقى هو توجهه ايه يعني، توجهه في الحلال ولا في الحرام لسه تبقى بعد كده. بس اللي انا بتكلم فيه برضه نفس الكلام، يقعد يسأل عن الشغل ويسمع عن الشغل. يروح لواحد صاحبه مثلا في المكتب، يلاقي مكتب وهيلمان وسواق وبتاع وما اعرفش ايه بتاع، بعد كده يلاقي نفسه مثلا نزل واحد ضحك عليه في الشغلانه بتاعته دي ولا ايه بتاع، رغم ان هو ما شافش الا حاجات حلال. بس كثرة رؤية المستحسنات بتصيب الانسان بتخمة دنيوية وشره دنيوي وضعف في اليقين وزيادة في مستوى الحس.